اوكي يا شباب، زي ما انتوا شفتوا دي وجبة التشيت ميل بتاعتنا. عندنا هنا سموذي. شفتوني وانا بعمله. كان فيه 100 جرام شوفان و200 جرام مانجا. حطيت 200 ملي حليب خالي الدسم، وكملت الباقي بمية علشان ما بستعملش حليب كتير. هخش في النقطة دي بعدين. السندوتشات على فكرة، العيش ده كبير جدا على فكرة، مش زي عيش الهمبرجر العادي. كالوريز كتير. البن الواحد تقريبا فيه 250 سعرة. هشيك على الكيس بعدين واقول لكم سعرات الوجبة دي كلها على بعض. بس في 150 جرام كفتة متوزعين بين السندوتشين. في شوية رانش وشوية هوت صوص. في فلفلاية كمان. هاكل عشان انا ميت من الجوع الشيت ميل، وهحط لكم الكالوريز والماكروز بتاعت الوجبه دي بعد ما احسبها اخر اليوم، لان انا ما بحسبش عاده الاكل ده. انا بس بحسبه علشان اقول للمدرب بتاعي انا اكلت قد ايه من الماكروز. وعاده انا بفولو هيس بلان، يعني ماشي على الخطه اللي هو مديهاني. ما بغيرهاش، فما بهتمش قوي بالكالوريز. بس انا عارف اراوند هاو ماني كالوري، يعني عارف تقريبا انا باكل كام سعره في اليوم عامه. ازيكم يا جماعه؟ زي ما انتوا شفتوا التشيت ميل خلصت. دلوقتي خلينا نتكلم شوية عن التشيت ميلز. ايه هي التشيت ميل؟ التشيت ميل دي هي ميل مش موجودة على الميل بلان بتاعتك. ببساطة ده تعريف التشيت ميل. طيب امتى اعمل تشيت ميل؟ وهل لازم امشي على جدول معين للتشيت ميلز؟ الاجابة هي ولا. ما انت بتكون بتحضر لبطولة زي كريم، انت مش بتاخد تشيت ميلز كل فترة معينة الا في اوقات معينة. لو المدرب بتاعك او المسؤول عنك شايف انك انت وصلت لمرحلة انك انت نشفت بدري زيادة عن اللزوم، او انت فلات قوي، او الميتابوليزم بتاعك سريع جدا، او انت بتخسر عضل بصورة سريعة جدا. وانا عامة كمان ضد موضوع التشيت ميلز اون بريب. عامة ما بناخدش تشيت ميلز في التحضير. ده انا والمدرب بتاعي كمان ضد موضوع انك انت تاخد تشيت ميل في التحضيرة نهائيا. ان شاء الله يكون الميتابوليزم بتاعك بتاع فلاش، مش هيديك تشيت ميل في التحضيرة المدرب بتاعي. طيب بنعمل ايه؟ بنعمل هاي كارب دايز، بس بتبقى هاي كارب دايز عالية قوي. يعني بيزود لك مثلا 1000 او 1500 كالوري من الكاربز في يوم او يومين ورا بعض. طيب ليه؟ علشان انت لما بتاكل سعرات اعلى من اللي انت بتاكلها او اللي جسمك متعود عليها على مدار ايام طويلة، اللي بيحصل انه الميتابوليزم بتاعك بيسرع علشان يهضم الاكل ده، وعلشان هو فجأة دخله حاجة هو مش متعود عليها. طيب لو انا اكلت التشيت ميل دي من ضمنها في فاتس عالية قوي، الفاتس اللي انت هتاكلها لو انت في تحضير احنا بنتكلم في الاغلب مش هتكون مفيدة ليك، وهتسبب لك اذى اكتر من المنفعة. يعني set you back او هتبوظ التقدم بتاعك اكتر ما هتنفعك. طيب ليه الكاربز؟ عشان الكاربز بتتحول ل ATP، وانت بعدين ممكن تستغلها في تمرينك في اليوم اللي بعديها مثلا، او انك تبطئ عملية ان الاوزان تقع لو انت من النوع اللي اوزانك بتقع في التحضيرة، او الاوزان اللي بتشيلها يعني، او عضلاتك بتقع او بتبقى فلات بسرعة جدا، او لو انا مثلا عايز. طيب لو انا اخد تشيت ميلز امتى بطريقة مستمرة؟ لو انت في اوف سيزون زيي، تمام، والميتابوليزم بتاعك سريع، الاكل بتاعك عالي جدا اوريدي، ساعتها المدرب بيقولك ايه؟ بيقولك خد وجبة مفتوحة كل اسبوع مرة او كل اسبوع مرتين. الموضوع ده بيعمل ايه؟ الموضوع ده بيعمل العكس، بيبطئ جهاز الميتابوليزم بتاعك لو انت في اوف سيزون. ليه انت يا بودة النهاردة قمت طابخ التشيت ميل في البيت وما جبتهاش من بره وجبت برجر من بره وعملت كده؟ طبعا انا بحب اطبخ، ودايما بجيب التشيت ميلز، مش دايما بس 90% من الوقت بجيب التشيت ميلز بتاعتي من بره. ولكن لما ببقى فاضي ومزاجي رايق وما وريش حاجات كتير ان انا اعملها، بحب ان انا اعمل التشيت ميلز بتاعتي بنفسي. وكمان دي نقطة بقى تانية،
انا بحب فكرة انك انت تبقى عارف انت بتاكل ايه حتى لو هي تشيت ميل. يعني انا ببقى عارف، ببقى عايز اعرف out of curiosity او علشان انا OCD انا واكل بالظبط في كل وجبة كام جرام بروتين، كام جرام فات، كام جرام كارب. طبعا مش هتفرق، يعني هي في الاول وفي الاخر هي تشيت ميل والمدرب بتاعي مش حاطط لي ليميت. انا بحب ان انا ابقى عارف مثلا انا دخلت كام جرام كارب، كام جرام فات، كام جرام بروتين، علشان على اخر اليوم مثلا انا لو عملت او اخترت تشويس اوف تشيت ميل، يعني لو كان اختياري للتشيت ميل ده ما كانش افضل حاجه، لو مثلا قررت ان انا ادخل بيتزا فيها 2000 سعره مثلا وما كملتش 50 جرام بروتين، فانا ممكن الاقي ان الوجبه اللي انا بدلتها بالوجبه البيتزا دي ما كملتليش احتياجي من البروتين. فهمت انا اقصد ايه؟ فبالتالي انا بحب ساعات ان انا اكون متاكد من كميه البروتين اللي انا بدخلها، وبحب ان الشيت ميلز بتاعتي يكون فيها كل المصادر بروتين وكربوفات. ولان النهارده اصلا يوم راحه مش يوم تمرين، فالبروتين بتاعي اصلا قليل نوعا ما، عشان كده ما دخلتش الا 150 جرام لحمه بس في الوجبه كلها على بعضها. طيب دلوقتي بالنسبه للتشيت ميل ايه اللي تاخده معاها، او ازاي تقدر انك انت تكمل بقية اكلك على مدار اليوم او وجباتك لو انت مثلا في اوف سيزون واخدت تشيت ميل. اتكلمنا امبارح في الفيديو بتاع الريكفري عن الدايجستيف انزيمز. انا خدت واحدة من دول، هو الجرعة 2، الجرعة حبيتين. انا خدت واحدة من دول قبل الوجبة بحوالي ربع ساعة وانا بحضرها يعني. فانا كده دخلت كل الانزيمات دي، فيها حرفيا كل الانزيمات اللي بتهضم كل حاجة. بروتيزز بتهضم البروتين، واللاكتيزز بتهضم الفات، السليليزز بتهضم السليلوز او اللي هو الحاجات اللي عاملة زي الستارتش لو انت بتاكل باستا مثلا، الاميليز اللي بيهضم السكر، اللايبيز برضو بيهضم الفات، وفي انزيمات تانية كتير اساميها موجودة ورا يعني. فخدت حباية من ده. طبعا انا اتكلمت عن ده امبارح بتفاصيل اكتر شوية، فشوف فيديو امبارح لو انت ما شفتوش. بعد الوجبة بحوالي ساعة ونص خدت حباية ميداتور. الميتادور هو GDA جلوكوز ديسبوزابل ايجنت، ولو انت ما شفتش حلقة او انت ما شفتيش حلقة الجلوكوز ديسبوزابل ايجنت، انا اتكلمت عن الجلوكوز ديسبوزابل ايجنت بالتفصيل، تاخده ازاي، تاخده امتى، جرعته قد ايه، لو انت مستغلي سعره ومش قادر تجيبه تاخد ايه بداله، وايه شغلته بالظبط، وازاي تيوتلايزت في الهاي كارب دايز او في التشيت ميلز. دول التو سبلمنتس اللي كانوا يخصوا التشيت ميل. دلوقتي شوية نصايح عن التشيت ميلز. لما انت تيجي تختار تشيت ميل حاول تختار حاجة معدتك متعودة عليها، بمعنى ما تبقاش انت مثلا واحد بيحضر وعمال بتاكل رز مسلوق وفراخ مشوية كل يوم، والوجبة اللي انت بتستناها كل يوم واللي هي الأملة بالنسبة لك في الحياة هي وجبة الشوفان اللي عليها 20 جرام بينات باتر وسكوب واي مثلا، علشان هي الحاجة الوحيدة اللي طعمها مسكرة. وتيجي يوم التشيت ميل بتاعك، او لو المدرب بتاعك فتح لك وقال لك خد تشيت ميل، تقوم واكل ايس كريم وماكدونالدز ومش عارف ايه. في الاغلب اللي هيحصل ان انت الدايجستشن عندك هيقف، وهيحصل لك مصايب، وهتبوظ امتصاص اكل على الاقل 24 ساعة قدام ان ما كانش اكتر. فهتلاقي نفسك بدل ما تستفيد بحاجة انت كنت المفروض تستفيد بيها، انت اذيت نفسك وبوظت البروجرس بتاعك. النصيحة التانية، لو انت واحد بيحضر برضو، ودي للناس اللي عايزة تحضر او اللي عايزة تنشف، حاولوا تختاروا تشيت ميلز تكون الفات فيها قليل والكاربز فيها عالية جدا. زي ما قلت الاحسن اصلا اللي انا بعمله واللي المدرب بتاعي بيشجعني انا وكريم ان احنا نعمله، ان احنا ناخد
كهاي كارب دايز، بس الهاي كارب دايز مش كارب سايكلينج هاي كارب عادي. يعني مش هتلاقي مثلا 100 جرام كارب زياده مثلا ولا 50 جرام كارب زياده، لا انت ممكن بتطلع بال 200 بال 250 جرام كارب في اليوم ده، وبتعمل الموضوع ده يومين او 3 ورا بعض. انا كنت بعمله 3 ايام ورا بعض. دي نصيحه للناس اللي بتحضر. طيب لو انت بتبلك، انصحك انك انت تاخد التشيت ميل بتاعتك يا اما قبل التمرين بساعتين ونص ل3 ساعات، يا اما بعد الوجبة اللي بعد التمرين. بمعنى يا اما تاخدها قبل تمرينك ب3 ساعات، وانا ارجح 3 ساعات عشان انت لو فكرت تاكل حاجة تقيلة مثلا زي اللي انا اكلتها دي دلوقتي، حاجة فيها لسه ما حسبتش الكالوريز، بس المفروض انتوا شفتوا الكالوريز والماكروز، بس انا اعتقد ان الوجبة دي فيها حوالي 1200 سعرة ما كانش اكتر. على الاقل 3 ساعات. او الوجبة اللي هي اللي بعد التمرين، مش اللي بعد التمرين على طول، لا اللي ورا اللي بعد التمرين. طب ليه يا بودة مش بعد التمرين على طول؟ عشان انت لما تدخل حاجة زي كده بعد التمرين على طول، الحاجة دي هضمها بطيء جدا. انت لما تدخل لحمة حمراء مع عيش مع شوفان، يعني كل الحاجات دي كمية فايبر على فات على كاربز على خضار فايبر بزيادة كمان بغير الفايبر اللي من الشوفان، كل ده حرفيا هيبطئ الريت بتاع الهضم بتاعك جدا. فانت بعد التمرين بتبقى عايز حاجة بتتهضم بالكتير قوي في ساعتين علشان تقدر تدخل الوجبة اللي بعدها. لان انت اصلا لو انت فعلا بتتمرن بضمير زي ما انا ذكرت في فيديو امبارح، المفروض انك انت نفسك بتكون مسدودة بعد التمرين اصلا. فدي نقطة بالذات بقى لو انت في اوف سيزون وفي فائض من السعرات. طيب لو انا دخلت الوجبة يعني ولنفرض مثلا انا اكلت 3 وجبات، اتمرنت، اكلت الوجبة الرابعة اللي بعد التمرين وقمت واخد التشيت ميل الوجبة الخامسة. طب ليه مثلا ما اخدهاش قبل النوم؟ في ناس بتاخدها قبل النوم، وفي مدارس كتير قوي واي اف بي بروز وناس محترفة بتاخدها قبل النوم وبتنصح باخدانها قبل النوم. انا شخصيا ما بحبش اخدها قبل النوم. لو الموضوع شغال معاك وانت جربته قبل كده دوس فيه، لكن انا ما بحبش اخدها قبل النوم. ليه؟ علشان بتعمل لي حموضة، ببقى داخل انام مش قادر انام كويس، لازم افضل قاعد مثلا سهران بعديها بساعة ونص لساعتين علشان اقدر اخش انام. وغير كده كمان لاحظت ان لما بقوم من النوم الصبح تاني يوم ببقى ماليش نفسي ان انا اكل قوي، ودي اصلا حاجة سيئة جدا. لان هو اصلا انا او نوعيتي انا يعني جسمي عامة، انا من النوع اللي دايما بيبقى ليه نفسي ياكل وشهيته مفتوحة بالنهار والصبح. وانس ان انا بقى دخلت التمرين واتمرنت، بقعد من بعد التمرين لبقية اليوم نفسي مسدودة، ما بقدرش ان انا اكل قوي. فبالتالي عشان كده انا ما بحبش اخدها قبل النوم. فده كان فيديو النهارده. قولوا لنا عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه زي ما بنقول في كل فيديو، واكتبوا لنا رايكم تحت في الكومنتات، شير لاصحابك، واعملوا لنا فولو على انستجرام انا وكريم، وتابعوا كريم علشان هو حرفيا خلاص فاضله اقل من 13 اسبوع على البطوله، يعني 3 شهور. يعني التشينجز كلها الدراماتيك اللي بتحصل هتحصل الفتره اللي جايه.